أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة وقناة الوطن الدولية نيوز، أهلا ومرحبا بكم اليوم من داخل حفل جائزة الإسكندرية للإبداع الرياضي برئاسة المهندس نبيل ياقوت رئيس شركة جولدن تيم لتنظيم الحفلات والمؤتمرات. الدورة تحمل اسم الأسطورة الشاذلي في دورته السادسة. ابقوا معنا. معانا طبعا الكابتن القدير نبيل الشاذلي، الأسطورة، أسطورة الشاذلي. الحقيقة النهارده حفل إبداع رياضي في اسكندرية. الحقيقة كل سنة بيتطور بيبقى الأحسن. أنا شايف الاهتمام الإعلامي النهارده بهذا الحفل اهتمام كبير جدا جدا. وسائل الإعلام كلها موجودة، عدد كبير جدا من الرياضيين وعدد كبير جدا في كل الألعاب المختلفة، وطبعا الأندية الرياضية والنادي الأولمبي بالذات ومجلس إدارته كان موجود، اتحاد ألعاب القوى، أساتذة كليات التربية الرياضية كلهم النهارده كانوا موجودين. ده دليل على أن هذا الحفل بيعمل كل سنة بيتطور إلى الأحسن، وزماننا إن شاء الله دايما اسكندرية هي حفل جائزة السنة الجاية هتبقى أحسن وأحسن، ونشوف أبطال جديدة ونشوف بطولات جديدة، ودايما مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. لماذا لقب الأسطورة؟ تمساح. مش انا اللي قلت لقب التمساح، الحقيقه احنا هذا اللقب اطلقوا علينا وسائل الاعلام بره، يقولوا كروكوديلو دانيلو، هم اللي اطلقوا علينا هذا اللقب نتيجه ان احنا كنا بنروح نكتسح هذه السباقات وقال لك دول تماسيح النيل اللي جايين ياكلونا هنا. فطبعا الحمد لله كان شرف كبير لينا انهم يطلقوا علينا تماسيح النيل، وطبعا الاجيال اللي بعدينا بعد كده اصبحت ان هي يطلق عليها هذا اللقب. كلمة حضرتك تحب توجهها للمهندس نبيل ياقوت؟ نبيل ياقوت ده اعجاز ان هو يقدر يجيب هذا الكم وهذا العدد من وسائل الاعلام، من الرياضيين، من الانديه الرياضيه والاتحادات الرياضيه وكل مهتمين بالرياضه والاعلام في مصر. مش بس النهارده كان حفل بقى ايضا رياضي، بس النهارده ما بقاش حفل رياضي بس، النهارده حفل رياضي وطني بحضور طبعا بطلنا بطل ايلات الابطال عمر عز الدين. أسطورة نبيل الشاذلي، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا عليك.